في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات اشتعلت شمعة وأصبحت شعاع لامع ودخلت في فكر وذاكرة الناس ونور أنظار الناس. طبعا تأسيس ومؤسسة أكاديمي وفريد باسم روضة ومدرسة بان انتهز كل الفرص الكبيرة، وهي قصة إنتاج لشخص عظيم ذو فكر مدروس ومعاصر الذي وعد تقديم البيئة المناسبة ليستطيع الجيل القادم أن يضع يده بيد تلك المؤسسة بكل ثقة ليتحول من تعليم الكلاسيكي نحو التعليم الحديث روضة ومدرسة بان، اعتبارا بأنها من أقوى مراكز الأكاديمية اتبع وضع الطالب محورا أساسيا في عملية التعليمية الذي أخرج الطالب من نظام التعليم الكلاسيكي نحو نظام التعليم الحديث باستخدام ومساعدة سيمينار، وعن طريق عمل الطلبة على شكل مجموعات والأنشطة الفنية والأكاديمية والكثير من الأعمال الإنسانية والنزهات التعليمية والثقافية للطلبة بمساعدة المعلمين والمعلمات مع وجود البناء الحديث والوسائل التعليمية المعاصرة. ويوجد أيضا في مدرسة بان مكتبة رائعة الذي تحتوي على أكثر من 6000 من الكتب الذي أعطيت مثل الهدايا للطلبة لتشرق مستقبلهم. أيها الآباء والأمهات الأعزاء، إذا كنت تريد أن يكون لطفلك مستقبلا مشرقا اجعل روضة ومدرسة بان أملا لنجاحهم في المستقبل. باخچە و قوتابخانەی بان ماڵێک بۆ پەروەردە و ژیان.